صباح الخير. وصفتنا النهاردة بقى وصفة مصرية أصيلة وهي الملوخية. هنعملها بقى النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وكمان جديدة ومختلفة، بس هتطلع معاكي بجد ولا غلطة. طريقة بسيطة لأي حد بتسقط منه الملوخية أو ما بتظبطش معاه يبقى لازم يجرب الطريقة ديت وهتطلع معاكي تحفة. وسر قوام الملوخية الرهيب اللي انتوا شايفينه ده هو الخلاط. ايوه زي ما بقولكم كده، حطي الملوخية في الخلاط وانسي انها تفشل معاكي تاني. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة طبعا بنغسل الملوخية كويس جدا لحد ما المية اللي بتنزل منها تبقى لونها صافي كده، ما فيهاش اي شوائب او تراب. وبعدين بنحطها في المصفى تصفي اي مية زيادة فيها، وبعد ما المية تصفى منها هنجيبها بقى ونبدأ نقرطفها بالشكل ده. شايفين الطريقة اهيت قدامكم. بنبدأ نمسك بقى شوية الورق اللي مع بعض دول بنقطعهم مرة واحدة كده، يعني مش هناخد ورقة ورقة، الورق البعيد بس هو اللي بنجيبه كل واحدة لوحدها، انما الورق اللي فوق ده بيبقى مع بعضه، فهنقطفه كده مع بعضه مرة واحدة علشان طبعا ننجز في الوقت وما تاخدش وقت مننا. ونخلي بالنا ما بناخدش عروق كتير واحنا بنقطع الملوخية. وبعد ما نخلص الكمية كلها بنسيبها بقى تتهوى شوية لحد ما نجهز مع بعض الشوربة بتاعة الملوخية. معايا بقى 5 فصوص من الثوم كبار حطيتهم في الهون وفرمتهم كويس جدا. وعندي بقى شوربة فراخ كنت سلقة فيها فراخ، اخدت منها شوية واحط فيها كده من الثوم اللي احنا فرمناه نص معلقة كده، وهنشيل باقي الثوم على جنب عشان نعمل بيه طشة الملوخية. وطبعا الشوربة دي فيها توابل وملح، يعني مش هضيف لها اي حاجة، هي متبلة وجاهزة. واحطها بقى على النار تغلي غلوتين كده، الشوربة تاخد من طعم الثوم وهتدي طعم حلو قوي معاكم. وبس كده، تعالوا بقى عشان نخرط الملوخية. اللي حابب يستخدم المخرطة في المرحلة دي يقدر يستخدمها عادي جدا زي ما يحب، بس انا بصراحة مش اول مرة اعمل ملوخية في الخلاط وحبيت اوريكم الطريقة دي، لقيتها سهلة جدا وكمان الملوخية بتطلع مظبوطة معايا اكتر. حطيت بقى كبشتين كده من الشوربة في الخلاط، وبعدين ضفت عليها ورق الملوخية وبضرب ضربة، وبعدين بوقف واضغط كده على الملوخية عشان تنزل لتحت، وبوقف وارجع انزل الملوخية واوقف وارجع انزل الملوخية. لو الخلاط مش بيمشي معاكي كويس ممكن تضيفي شوية شوربة صغيرين كمان. اول ما تلاقي الملوخية اتضربت بالشكل ده نوقف ضرب تماما علشان مش عايزين نعملها عصير. الطريقة سهلة جدا وسريعة، ما بتاخدش معاكي دقيقة تقريبا او دقيقتين بالكتير. ويفضل طبعا لو عندك كبة تعملي نفس الطريقة بس من غير ما تضيفي شوربة في الكبة ولا اي حاجة، وطبعا الكبة بتبقى اسهل، بس انا حبيت اعملها لكم في الخلاط عشان اللي ما عندوش كبة يقدر يعملها بسهولة. ضربت بقى الملوخية زي ما شفتم، وجبت بقى الشوربة بعد ما كانت بتغلي وضفت لها بقى الملوخية بالشكل ده، وهقلبها كده علشان تختلط كويس مع بعض. اهم حاجة ما نزودش شوربة كتير من البداية، يعني نخلي شوية شوربة صغيرين وبنزودها بالتدريج كده لحد ما نظبط القوام بتاعها. وطبعا بنرفعها على النار كده تبدأ تغلي، بندفع عليها على طول، ما بنسيبهاش تغلي كتير على النار. اول ما تبدأ تبقبق بنقفل عليها على طول. لو لقينا شوية ريمة على الوش كده بنشيله بالمعلقة، وهتاكلوا بقى احلى ملوخية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لسه هنكمل ونعمل الطشة، بس بقى تعالوا شوفوا القوام بتاعها حلو ازاي ولونها كمان يجنن، وكمان ريحتها تحفة حتى قبل ما نعمل لها طشة. تعالوا عشان نعمل الطشة هنجيب بقى معلقة كده من السمنة البلدي، وكمان معلقة من الثوم اللي احنا كنا شايلينه على جنب، وهضيفهم كده مع بعض. وبعدين يبدأ الثوم يطلع ريحته هنزل عليه بمعلقة من الكزبرة، يتحمصوا مع بعض كده يعني ثواني وبس كده. بنشيلهم بقى من على النار على طول ونضيفهم على الملوخية ونغرف بقى ملوخيتنا الجميلة. وادي كمان معانا طاسة الخضة قصدي طشة الملوخية معرفش ايه بصراحة السبب العلمي للخضة دي، بس تقريبا اول واحد عمل ملوخية كان مخضوض من صوت الطشة، فكان لازم بقى كل الناس بعده تشهق كده علشان الملوخية تظبط معاهم تعالوا بقى نشوف احلى ودن قطة بالملوخية. تحفة زي ما انتوا شايفين، قوامها بجد حلو قوي، مظبوطة، مش خفيفة ولا صيصة، يعني مش ساقطة كده تحت. حسوا ان هي والشوربة بقوا حاجة واحدة، بقوا خليط واحد كده. شايفين قوامها حلو جدا، وبجد اضافة الثوم للشوربة بيديها طعم حلو جدا. بالاضافة بقى للطشة اللي احنا بنعملها
طعمها بيبقى لذيذ جدا وريحتها بتبقى قلب البيت كله. يعني بجد وداعا لفشل الملوخية بعد كده، وهنعملها في الخلاط. طريقتها سهلة وسريعة من غير ما نخرط بقى بالمخرطة ونوجع ايدينا، وتطلع معانا ساقطة وصيصة. حتى لو اول مرة تعملي ملوخية هتطلع معاكي احلى من المحترفين مليون مرة. اتمنى بقى الفكرة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولولي رأيكم فيها، وكتروا الشير، واشوفكم على خير.